خليني احكي لك عن قصه ولد كان بيحلم طول عمره انه يلبس تيشيرت ريال مدريد، بس ده مش اي ولد، ده كيليان امبابي. النهارده هنتكلم مع بعض عن قصه كيليان امبابي منذ انضمامه لريال مدريد في موسم 2024. كيليان امبابي من وهو صغير واوضه لبسه كلها عباره عن بوسترات لكريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان وكل اساطير نادي ريال مدريد. كان دايما يحكي وكان بيقول لكل اصدقائه المقربين انه في يوم من الايام هيلبس تيشيرت ريال مدريد وانه هيكون اسطوره زي كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان. كبر كيليان امبابي، عدت ايام ومرت سنين والحلم جوه قلبه ما زال جوه قلبه. كيليان امبابي بيحلم انه يلبس تيشيرت ريال مدريد. في عام 2024 كيليان امبابي رسميا في صفوف نادي ريال مدريد بعد انتقاله من باريس سان جيرمان. الحلم اللي حلم بيه طول عمره اصبح دلوقتي حقيقه، وكيليان امبابي في البرنابيو. ومن اول ماتش ليه واول تواجد ليه في البرنابيو والجمهور بيحس احساس غريب جدا. سرعه موجوده، مهاره موجوده، كل حاجه موجوده جوه كيليان امبابي، ولكن الاهم بالنسبه للجمهور هي روح ريال مدريد اللي موجوده جوه كيليان امبابي. الحلم اللي كان بيحلم بيه طول عمره من وهو صغير خلاص دلوقتي اتحقق، وكيليان امبابي موجود على البرنابيو. والموسم ليه والارقام ابتدت تتكلم عن نفسها. كيليان امبابي بيسجل 35 هدف وبيعمل 15 تمريره حاسمه، غير كمان انه اخذ هداف الدوري الاسباني عن جداره واستحقاق، وغير كمان على المستوى الجماعي مع ريال مدريد فكيليان امبابي كان ليه بصمه انه يحقق لقب الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا وكاس السوبر الاسباني وكاس السوبر الاوروبي. حقق طبعا 4 بطولات في اول موسم ليه مع ريال مدريد، وده كان انجاز عظيم جدا للاعب زي كيليان امبابي، وقد ايه كيليان امبابي كان مؤثر مع ريال مدريد. وغير كمان على المستوى الفردي في الموسم ده كيليان امبابي اخذ افضل لاعب في اوروبا. بس انتوا عارفين الاجمل من ده كله ايه؟ انك تشوف واحد عاش الحلم بكل تفاصيله، كان بيحلم في يوم من الايام بالكاميرا والبوسترات ودلوقتي بقى واحد من اهم الفريق اللي كان بيحلم انه يكون متواجد فيه. فكيليان امبابي وصل للعالم كله، مش بس لعيبه الكوره، ان اي حد بيحلم باي شيء في يوم من الايام لازم هيوصل له بجهده وبعرقه وبتعبه. كيليان امبابي علمنا كلنا ان اللي بيحلم بشيء هيجي يوم ويعيشه.